وكان ايام الدكتور شعلان الله يرحمه ودكتور شوقي العقباوي ودكتور حموده ودكتور هاشم الله يرحمه ودكتور عادل مدني واساتذه كبار، فالواحد كان بيشوفهم بياخدوا الحاله ازاي وبياخدوها باستفاضه وبحريه وبوقت كفايه، واتدربت عليه الحقيقه قبل ما ادرسه، فانا كان بالنسبه لي عادي ان احنا نسمع العيان. وبعدين اكتشفت ان في الكتب شابترز على ازاي اسمع العيان، مع ان احنا بنشوف ان ده شيء سهل وعادي، ولكن هي سكيل وسكيل مهمه جدا تبقى عند الطبيب النفسي، لان دي الحقيقه المهاره الرئيسيه. لما بيجي لي عيان وابتدي اساله مع دكتور مره اتنين وبعدين بقول له طب غيرت الدكتور ليه؟ بيبقى في اسباب كتير، من ضمن الاسباب ما بيسمعنيش. غيرته علشان ما بيسمعنيش. في منهم اول ما بدخل عليه يا دكتور بيبقى انا فاهم فيها وسواس قهري، انا عارف ويبتدي يكتب العلاج ويمشيه. او حتى ان العيان لما يقعد يتكلم الدكتور عنده حاجات تانية بيعملها، او ان الدكتور ما بيفتكرش الحاله خالص، كل مره بيدخل له كانها اول مره من اول وجديد، ويقعد يفكره بنفسه في الجلسه. فاحنا مهم جدا نتدرب على الاكتف ليسننج، لان الحقيقه احنا بنسمع طول الوقت ناس كتير، ولكن الاستماع العادي غير الاستماع ان انا انصت وادي اهتمام، اركز على الانعكاسات اللي بيقولها، على الالفاظ اللي استعملها، ليه استعمل اللفظ ده وما استعملش غيره، ليه الامثله اللي بيضربها لي في الجلسه او الحاجات اللي بيستعين بيها، الصور الذهنيه اللي بيطرحها وهو بيتكلم، وكمان ترابط افكاره واتساقها مع بعضها في الكلام. مهم كمان وانا قاعده بسمع العيان اشوف حركته واشوف الوضع اللي بيتغير مع الكلام وبيعدل نفسه ازاي وبيميل ازاي، حركه وشه، ملامحه مع الكلام، ملامحه مع الحوادث اللي عدى عليها، الحاجات الكويسه، الحاجات الوحشه، الفيشل اكسبريشنز وملامح وشه بتتغير ازاي. مهم كمان اقارن بين اللي بيتقال وبين اللي انا شايفاه. فممكن يبقى بيتكلم على وفاه والده كانها حدث عادي جدا مش فارقه معاه، فبالتالي انا هلقط ده وانا بسمع العيان، وده بيديني هنت على علاقته بوالده كانت عامله ازاي. لو كانوا قريبين هنلاقيه انهار، هم مش قريبين فبيتكلم عليها كانه حدث عادي، وبعضهم بيقول جوز ماما فمع انه والده، فبالتالي الالفاظ والمصطلحات وقعدته والكلام اللي ما اتقالش ساعات بيبقى اهم كمان من الكلام اللي اتقال. مهم كمان ان احنا نبقى عارفين الكلام اتقال ليه واتقال ازاي زي ما قلنا، وفي نفس الوقت الترابط والحاجات اللي بنشوفها على العيان وايه اللي كان المفروض يتقال وما اتقالش وما اتقالش ليه. ليه مهم ان انا اسمع؟ علشان السماع بيعمل اول حاجه alliance building، يعمل علاقه علاجيه. اما العيان يحس ان هو مسموع ومقدر، واخد وقت، واخد اهتمام، الدكتور ملتفت له، يبقى عنده مساحه يبقى حر في انه يتكلم، وانه القيود اللي جوه كل واحد فينا نطلع اسرار ونتكلم تتفتح ويبقى الامور اسهل. ده كمان هيعمق فهمي للعيان، كل ما هركز معاه المشاعر بتاعته وان انا القط الكلام اللي بيقوله، كل ما هوصل لتشخيص افضل، فاقدر ان انا افصل له العلاج زي ما هو المفروض ياخده. لان زي ما احنا عارفين في الطب النفسي كل حاله يونيك ومميزه جدا وتختلف عن الاخر، مش كلنا عندنا نفس الخبره، مش كلنا عندنا نفس اللي عشناه مهما كان الحدث يظهر انه متماثل، ولكن استجابتنا تختلف من شخص لاخر. Enhanced empathy كمان هيساعدني على ان انا اتواصل مع العيان لما يبقى عندي تعاطف، ودكتور محمد قال لنا التعاطف بيتعمل ازاي. اسمع القصه، السماع الكويس هيخليني اسمع القصه واشوف العالم من وجهه نظر المريض وكاني قاعده معاه. كمان هيحسن طبعا التشخيص وهيحسن ثبات العيان والتزامه بالعلاج، لانه مرتبط مع الدكتور اللي بينهم الاينس حلو، اللي فهمه كويس، اللي عامل له تيلورنج حلو للميديكيشن ومديله علاج كويس. ده جزء مهم جدا. والحقيقه هنا هقول عيانه عندي كانت عيانه باي بولر ديس اوردر، والعيانه عندها ديبريشن وبقى لها 4-5 سنين بتتعالج، وخلاص هي بتتعالج ومستقره واخده تشخيص كل الكلام. ولكن العيانه لما جت وابتدينا نتكلم، هي جايه علشان الدواء بتاعها بينامها جاب كتير قوي، والدكتوره قالت لها ده اللي عندي وانا مش هعمل غير كده. لما اتكلمنا مع العيانه في مشكله لاحظتها من الكلام، ان في حاجه مش مظبوطه. دي عيانه مدرسه انجليزي بتدي دروس خصوصيه، الاكتئاب مخليها قاعده على السرير ما بتقومش، بتاكل على السرير وما بتطبخش لعيالها، بتجيب واحده تطبخ وبتغسل ايديها او بتمسحها في منديل وايبس كده وهي على السرير وما بتقومش من مكانها. ولكن بالرغم من كده الست دي بتدي دروس في مواعيدها، وجات لي في وقت الامتحانات الترم ولقيتها بتدي ومكثفه وما بتجيبش من الدروس وما بتاخرش دروس وما بتجمعش وما بتكنسلش. مش مكتئبه،
فابتدينا نتناقش في الفكره ان انت طب ده ازاي في ديسكريبنسي هنا من سماع العيانه ان ده مش منطقي مع الاكتئاب، بالرغم من ان جوزها بيقول الكتابه ما بتعملش حاجه خالص وعيالها نفس الكلام. لما اتناقشنا الست عندها احباط من جوزها ومن علاقتها الزوجيه معاه، فمش عايزه تعمل حاجه خالص، خلاص شالت ايديها من البيت، بتعمل اللي يخصها اللي هو دروسها وشغلها والفلوس. وبالتالي هنا السماع والاستماع للعيان الكويس هيفرق في تشخيصنا وفي اختيار العلاج. وطبعا عملنا هنا بقى سايكوثيرابي على حته الاحباط مع جوزها لغايه ما الحمد لله بقت كويسه وبتعمل اللي عليها. الكور برنسبلز بتاعنا ان انا ادي انتباه كويس قوي، مهم ابقى منتبهه، ومهم ابقى منتبهه ما يبقاش في حاجه بتشتتني، مفيش موبايل بيرن، مفيش نوتيفيكيشنز عماله ابص عليها، باب الاوضه مش عمال يتفتح ويتقفل، مفيش حد معدي ياخد حاجه لو انا في عياده في الحكومه، الدنيا قاعده هاديه. مهم كمان وانا بسمع انا منتبهه للانترنال دايلوج بتاعي، يهمني قوي الانترنال دايلوج، لان العيان بيتكلم وكلامه بيصحي عندي حاجات، فهي بتتكلم عن وفاه حد عزيز انا كمان بفتكر الحد العزيز اللي جرالي. مهم بقى ان انا ابقى مركزه معاها ان انا ما اسرحش في مشاعري، او ان انا ابقى بتقول حاجه مخالفه لعقيدتي، مخالفه لافكاري، مخالفه لسلوكي، وانا هنا ابقى جادجمنتال على العيانه وابتدي اقفش بقى منها، وايه ده دي صاحبه واحد على جوزها، ايه اللي بتعمله ده، دي قليله الادب، ازاي تعمل كده، ويبقى عندي انا انترنال دايلوج، يبقى عندي راي في اللي بتعمله اصلا، ما بقاش حياديه، بطلت اسمع بحياديه، فبقى عندي راي وبقى عندي بايس كده، وما بقتش يعني فير وعادله في السماع، وما بقتش خلاص بقبل الايه وجهه نظرها في الامور، مش عشان جوزك اهملك هتكون يعني ايه قله الادب دي. فبالتالي هنا انا دماغي لازم تبقى في فيرنس في السماع وحياديه تامه. ريفلكتيف ريسبونس مهم جدا ان انا اتفاعل بطريقه فيربال وطريقه نون فيربال. الفيربال هو ان انا اقدر اللي بيتقال، والدكتور حموده قال لنا قبل كده نخلي بالنا من اللازمات بتاعه الدكتور اللي عنده كلمه تمام كويس برافو، فتلاقي العيان تقول له والدي توفى برافو تمام كويس، فنلاقي ان لا انت مش سامعني بقى، احنا هنا بقينا في نقطتين اختلف الموضوع ده كده، مفيش امباثي خالص. فتركز مع لازماتك وتركز بتقول ايه امتى وانت قاعد مع العيان. مهم كمان انك انت النون فيربال كوز بتهز راسك، بتكشر مع اللي بيقوله، لما يكون بيقول حاجه محزنه تديله تفاعل حقيقي وهو بيتكلم. من ضمن الفيربال التكنيكس بارافريزنج، ان انا ارجع اعيد كلامه تاني، يعني انت كنت تقصد كذا 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 باللي انت قلته، علشان اتاكد ان انا وهو على نفس الوعي. اوقات كتير ببقى فاكره ان احنا الاثنين مع بعض وانا فاهماه، والحقيقه انا مش فاهماه، هو مشاعره مختلفه عن اللي جه في بالي، انا جه في بالي المنطق وهو مشاعره في اللا منطق. فاحنا محتاجين ان انا ارجع اعيد الكلام تاني، اعمل له بارافريزنج بصيغه اخرى، اعمل ميرورنج للبيشنتس ايموشن تو فاليديت ذير فيلينج، انا مقدره مشاعرك، انا عارفه اللي انت بتقوله ده كويس قوي، وده مهم. مهم كمان نخلي بالنا ان في فرق في العيانين بتوعنا، فرق ما بينهم وما بين بعض وما بينهم وما بيننا في كل حاجه، في الجندر، في الايدج بتاع العيان، كل ايدج وعنده افكاره وعنده اتجاهاته وعنده ميوله وعنده حاجات مختلفه، الكالتشر بتاعت العيان. واحنا في مصر الحقيقه بنتعامل مع كالتشرز كتير جدا وناشونز كتير جدا، في يمنيين وسوريين وفلسطينيين، وفي فلسطينيين من غزه ومن بره غزه، وفي من العراق، وفي من كل الدول العربيه، وفي من الدول كمان كردستان وروسيا ودول كتير موجوده في مصر الحقيقه بيدرسوا في الازهر، ماليزيا وكل الدول دي موجوده. فمهم وانا بسمع العيان اركز على الكالتشر وعلى الفرق ما بيننا في الريليجن واستفهم الحقيقه. فلما يقول لي عيان مثلا مسيحي بيقول لي اكليل او نص اكليل وانا مش فاهمه، افهم يعني ايه نص اكليل، يعني انت اتجوزت ولا ما اتجوزتوش، محتاجه ان انا استوضح وافهم، مش اقعد اهز راسي اكني فاهمه وخلاص والامور تعدي. فمهم ان انا استفهم عشان القط الفرق اللي ما بيننا ده فصلحه في فهمي للحاجه. السوشيو ايكونوميك كلاس يفرق طبعا، فلما في عيان يقول لك وبقى معايا فلوس كتير قوي، يعني كام؟ يعني حوالي كام؟ كتير كتير، لان حسب السوشيو ايكونوميك كلاس في اللي هيبقى عنده 100,000 ده مبلغ كبير جدا، وفي اللي عنده 100,000 دي ولا حاجه، هو محتاج ملايين علشان يبقى معاه فلوس. فبالتالي لازم افهم العيان. في دكتور حموده كان حكى لنا زمان على عيانه من زمان قوي من 10 سنين كده، انها ظروفها الماديه صعبه جدا ومش هتقدر تدفع ثمن الجلسات. فاما سالها ثمن الجلسات يعني مرتبك كام؟ طلع ان مرتبها كان ساعتها من زمان من 10 سنين 9000. انا فاكره الرقم لان كان 9000 مش عارفه 300 جنيه تقريبا او 400 جنيه وقتها. فمهم افهم العيان بيقول ايه، ده جزء مهم جدا عشان نقرب المسافات وافهم اللي بيقوله. سمرايزنج الخص اللي هو قاله واللي وصلني، كلاريفاينج تكنيك استوضح اللي بيقوله،
الاسئله اللي بسالها ما تبقاش دايركتنج، ما بقاش انا بلبسه في الحاله، ما بقاش انا عماله كذا فيبقى الاجابه او لا، ولكن طب ازاي؟ يعني نومك زاد، نومك اخباره ايه؟ كويس. يعني ايه كويس؟ يعني بتدخل في النوم بسهوله ولا بتاخد وقت؟ بتاخد وقت ليه؟ ايه اللي بيحصل لما بتاخد الوقت ده؟ في ناس بتقعد تعمل سكرول على التليفون فبتاخد الوقت في السكرولينج، فانت هتشخصها ارق وهو اللي قاعد بكيفه يقلب في التليفون وبيقاوم النوم عشان يقلب في التليفون. فاحنا محتاجين ان احنا هنا نسال ونستوضح، مهم جدا الاستضافه. الجزء الثاني بتاعنا النون فيربال كوز، ان انت تبقى قاعد وانت فاتح اوبن للعيان. في دكاتره كتير بتقعد عامله كده او تقعد عامله كده او تقعد عامله كده او تقعد حاطه ايدها على بقها وكانها ماسكه نفسها انها تقول كلام، فالعيان ما بقاش مستريح وهو قاعد. محتاجين يبقى في اوبن بادي لانجوج وانت قاعد، ابروبريت اي كونتاكت، تبص للعيان ويتواصل معاه بصوره كويسه، لان في بعض الناس بتبتدي تسرح بقى على العقد اللي في رقبه العيانه، على الخاتم اللي في ايد العيانه، على لفه الطرحه بتاعت العيانه. ركزي مع العيانه في وشها هي مش في اللبس. الاستراتيجيك سايلنس مهم جدا كمان، ان انت لما يبقى في وقت بالصمت والمريض بيصمت، وبعدين اديله مساحه الصمت، اديله مساحه انه يفكر، يستجمع مشاعره، يستجمع افكاره، ياخد السبيس ده وبعدين يتحرك منه. ده تلخيص لكل اللي فات. مهم جدا ليه بقى احنا الاستماع مهم في التشخيص؟ وانت بتسمع العيان حط في دماغك كل السيمتومز والسندرومز اللي تعرفها، ما تعملش اكسكلوجن للحاجات النادره ولا الحاجات القليله. واتس كومن از كومن، ولكن في حالات مش هتبقى كومن. فمهم يبقى دماغك مفتوح وانت بتسمع. اسمع الاعراض، والاعراض دي بترفل على ايه؟ اللي كتفه وجعه ده، ما هو ساعات كتير بيبقى كتف اللي وجعه ده هو شايل هم فكتفه وجعه، هو بيفكر كتير ففي صداع ما بيفصلش. فالسيمتوماتيك ليسننج جزء مهم. خليك فضولي لما يبقى في حاجات بتقع منك في القصه بتاعت العيان، اسال وليه؟ مش منطقي. طب رد فعل بتاع جوزك ده مش مظبوط، هو في حاجه كده مش مظبوطه، هو كان في حاجه قبلها ما بينكم، طب هو في حاجه ثانيه في دماغه. يعني نبتدي نسمع بصوره اوسع شويه. وهير ذا بيشنت ستوري ان مالتيبل فليكسبل ويز، اسمعها بطرق كتير مرنه، بلاش تبقى ستريكت كده وريجيد، وهو انت مكتئب هيبقى مكتئب اللي هي كلها اعراض الاكتئاب، كل كلمه يقولها ناخدها نفسرها على الاكتئاب، لان انا مركزه في تشخيص محدد مثبته في دماغي. ايه المشاكل اللي هتقابلنا في الاستماع واللي هتمنعك تسمع؟ اول حاجه الاختلافات زي ما قلنا ما بينك وما بين العيان في كل حاجه بقى. كفايه ان العيانه سن وانت سن وانتوا الاثنين ستات نفس الكالتشر، بس السن كمان بيختلف. السوبرفيشال سيميلاريتيز ان انت تسمعي العيانه فتحسي ان الحاجه دي شبه العيانه اللي فاتت، فتدخليها على التراك بتاع العيانه اللي فاتت وهي مختلفه اصلا، وما اديتيهاش فرصه انك تبقي معاها في الهير اون اكسبيرينس. الكاونتر ترانسفيرنس ان زي ما قلنا العيانه عملت حاجه مخالفه لعقيدتي فانا اتضايقت جدا وقفشت. راجل بيخون مراته فانا عملت تواصل مع فكره جوزي لا يكون جوزي كمان بيخوني فمش عارفه ايه، فبقيت انا مشدوده من الراجل ده، انت راجل خاين، انت راجل مش عارفه ايه، وابتدي عندي كاونتر ترانسفيرنس ناحيته. الحاجات بقى الثانيه ان وقت الجلسه قليل، ان في انا تعبانه اصلا وزهقانه وقاعده على عيني مع العيان ده ومش عايزه اقعد، ان في مشتتات كتير حاصله، ان انا عايزه الحق بقى زي المستشفيات الكبيره كده لازم يتكتب تشخيص من اول مره والورق يخلص ويتسلم من اول مره، فانا على اخري عايزه الحق اخلص في الوقت المحدد واشخص واخلص ونقلب الورق. مهم اعمل ايه؟ مهم نظبط وقت الجلسه، يبقى وقت مناسب، لا استفاضه اوفر ولا ضيق قوي، لازم يبقى وقت مناسب حسب طبعا شطاره الدكتور في انه يجيب الداتا من العيان في الوقت المناسب ويسمح له ان هو يتكلم. مهم كمان ان افكارك المسبقه ما تبقاش معانا في الجلسه، اسمع كانك على ورقه بيضاء اول مره تسمع العيان ده، لان واحد مختلف تماما عن اللي انت عديت عليهم. زي ما قلنا الديستراكشنز، الفاتيك طبعا، وده في دكاتره كتير يا جماعه، كتير منكم عنده بيرن اوت ومش واخدين بالهم وما بقوش قادرين بينزلوا الشغل على عينيهم وزهقانين. النهارده ان شاء الله هيبقى في ورك شوب عن البيرن اوت نحضرها علشان تعرف ازاي نقدر نظبط الجدول بتاعنا ونظبط وقتنا ونظبط حياتنا عشان ما يبقاش فيه بيرن اوت. سمعوا مع العيان اقدر اسمعه كويس. الامباثي ده جزء بيحصل في الجلسه زي ما قلنا، ان انا اسمع العيان واتفهم مشاعره، ده بيبقى عن طريق الاميجدالا والانفيريور تمبورال لوب جايرس، وفي نفس الوقت الفاليديشن هو ان انا اصدق على هذه المشاعر وعلى الحاجات اللي وصلت. دي صوره مهمه جدا لدكتوره بتسمع بطريقه ظريفه جدا، هي منتبهه تماما، مفيش اي ديستراكشنز، هتاخد نوتس بس مش هتكتب القصه كلها عشان مفيش وقت تكتب القصه كلها، المهم انتباهها مع العيان، فهي هتكتب النوتس المهمه بس، ولكنها في تعاطف زي ما احنا شايفين وفي اهتمام، فاتحه العيانه ومنتبهه ليها، والليننج فورورد ان انا اميل قدام شويه كده، ده بيدي
احساس العيان انك مهتم، ده انت مايل بجسمك وانك عايز تسمع اكتر. تيك هوم مسجز، مفيش عيان بيدي هيستوري وحش، في دكتور مش عارف ياخد الهيستوري، ده جزء مهم. كل عيان خبره منفصله تماما، وخبرتك انت كمان الشخصيه هتنعكس عليك وانت بتسمع العيان. الاجابه دايما جوه العيان بالراحه وطلعها. شيرنج الداتا في الانترفيو، ان احنا ناخد نسيب له مساحه يتكلم ومساحه اسال ومساحه يتكلم وهكذا. اسمع نفسك، والانترنال دايلوج اللي هيخليك تعمل كاونتر ترانسفيرنس، وهيخليك مش طايق اللي قدامك، وهيخليك بتدي اراء في اللاشيء، وهيخليك كده منطلق اكتر. اسمع بقى كده بالراحه الديالوج بتاعك، وشوف انت بتفكر في ايه وانت قاعد مع العيان. كل حاجه انت بتسمعها عدت على فلتر العيان، وعدت كمان على فلتر مخك وانت بتسمعها. انت ما بتسمعش بحاجات تماما، فخلي بالك من الجزئيه دي. ثانك يو.